السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيديو النهاردة يا جماعة عن تربية الأرانب للناس اللي هي المبتدئة أو الناس اللي هي بتربي أرانب ومش عارفة تنجح في موضوع الأرانب. فطبعا هنقول الأعمدة بتاعة تربية الأرانب أو الأساسيات بتاعة تربية الأرانب للناس اللي هي حابة تنجح في المشروع، لأن مش شرط إنك أنت تروح تجيب أرانب وتربي وخلاص إنك أنت تنجح. لا، لازم تكون في شوية حاجات لازم إن أنت تعملها أو تاخد بالك منها قبل ما تشتغل في موضوع تربية الأرانب. أول حاجة معانا من الحاجات دي يا جماعة إن أنت يكون عندك خبرة بتربية الأرانب بطريقة نظرية. يعني إيه؟ يعني ما تروحش تربي أرانب وأنت لسه أول مرة تجيب أرنبة أو أرنبتين كده وتروح تربي أرانب وخلاص. لا، هيجيب لك مشاكل كتير جدا. ممكن المشاكل ديت تخليك تصرف نظر عن الموضوع أو تخليك تبطل الموضوع قبل ما تشتغل أصلا. زي مثلا كتير من الامراض اللي بتيجي للارانب واللي ملازمها على طول، زي الجرب او زي التهابات العرجوب او زي التهابات الضرع. زي مثلا ازاي انك انت تلقح الارنبه تحطها للذكر، وامتى تعرف اذا كانت محمره ولا لا او اذا كانت الخصوبه بتاعتها عاليه ولا لا عشان تلقحها. وازاي انك انت تفرش الولاده في الصيف وتفرشها في الشتاء، وازاي انك انت تعتني بصغار الارانب عشان البرد ما يموتهمش، وازاي انك انت تعتني بالام نفسها عشان تبدا بعد ما تولد ب10 ايام ان هي تلقح تاني وتبقى عشر تاني. كل الحاجات دي يا جماعه لازم ان انت تكون عارفها كويس، لان هي مش هتيجي بطريقه عفويه او مش هتيجي باللي انت تعمله كده يتعمل وخلاص والارنب هيمشي معاك بالطريقه دي. فلازم يكون عندك خبره كافيه بطريقه نظريه، وبعد كده بتبدا ان انت تطبق عملي على مجموعه من الارانب صغيره. يعني ما بتبداش، ما بتروحش تشوف شويه فيديوهات على اليوتيوب او تشوف او واحد يحكي لك شويه عن الارانب وبعدين تروح تربي 40 ام او 50 ام او تعمل مزرعه كبيره. لا، مش هينفع برضو نفس الموضوع. هيؤدي بيك الى الفشل او انك تخسر في موضوع الارانب. فلازم ان انت لما تيجي تشتغل في موضوع الارانب بعد ما تاخد خبرة نظري ان انت تشتغل بعدد قليل، 3 ارانب وذكر مثلا او 4 امهات وذكر. تبدأ بيهم عشان تشتغل بيهم موسم واتنين وتلاتة لحد ما حضرتك تتعود على الشغل بتاع الارانب. تشوف بنفسك الام بتصفي كام في الدورة، تشوف بنفسك كل حاجة عن تربية الارانب على ارض الواقع. لو حبيت انك تكمل في مشروع الارانب وتكبر، ممكن تكبر اي عدد ممكن انت عايزه. لو حبيت انك انت تصفي المشروع ما لقيتش الدنيا كويسة معاك، هتكون الخسارة بتاعت حضرتك مش كبيرة. يعني لما تبقى عندك مثلا 3 امهات وذكر في بطارية واحدة والتكلفة بتاعتهم مش عالية، لو حضرتك حابب تبيع او حابب تصفي او حصلت اي مشكلة معاك كبيرة، مش هيبقى المشاكل عندك كبيرة. تاني حاجة يا جماعة معانا مهمة من الأساسيات بتاعة تربية الأرانب بعد الخبرة، إن المكان عندك اللي أنت هتربي فيه أرانب يكون كويس. المكان يا جماعة بتاع الأرانب لازم توفر فيه شوية مواصفات، زي إن المكان يكون التهوية بتاعته كويسة جوي، زي إن المكان يكون إن حضرتك تقدر تتحكم فيه في درجة الحرارة. مثلا تدفي في الشتاء زي اليومين دول كده تبدأ إن أنت تدفي المكان، وفي الصيف برضو يبقى فيه تقدر ان انت تخلي درجة الحرارة بتاعة المكان كويسة مش عالية قوي. عشان طبعا الارنب لازم يعيش في درجة حرارة معينة ما تقلش عن 18 درجة وما تزيدش عن 25 درجة او 27 درجة. ما وفرتلوش الحرارة اللازمة ديت بتأثر طبعا على الإنتاج بتاعه بشكل كبير. فطبعا لازم المكان يكون كويس زي ما قلنا، لازم يكون نظيف جدا، لازم يكون الهواء بتاعه كويس جدا، لازم تكون درجة الحرارة تقدر ان انت تتحكم فيها برضو في الصيف وفي الشتاء زي ما قلنا. تالت حاجة معانا يا جماعة، الأرنب اللي انت هتربيه نفسه أو سلالة الأرنب نفسها لازم تجيب، لو انت أول مرة تربي لازم تجيب من حد يكون موثوق منه، من حد يكون عنده ضمير ما يغشكش في الارانب بمعنى اصح. عشان انت رايح بتربي جديد، حتى لو بتجيب ارنبتين وذكر او 3 ارانب وذكر لازم تجيب من حد كويس. عشان بالتالي لما تيجي تكبر المزرعه بتاعتك او ان انت تعمل منهم سلايل، او لو هتجيب بعد كده من اي حد تاني مش هتعمل سلايل من الارانب اللي انت هتجيبها، بس تبقى بدأت صح، خدت فكرة صح عن الارنب. لان في بعض السلالات يا جماعة بيبقى فيها عيوب في الانتاج. ارنبه مثلا ما بترضعش كويس، ارنبه مثلا الخصوبه بتاعتها مش عاليه، ارنبه مثلا بتموت ولادها بعد الولاده، ارنبه مثلا
ما بتلقحش على طول، الخصوبه بتاعتها ضعيفه، بتقعد لحد ما تفطم الارانب بتاعتها وبعد كده تبدا تلقح تاني. كل الحاجات دي يا جماعه بيبقى فيه عيوب في السلالة بتاعت الارانب. مش شرط شكل الارنب، ومش شرط انك انت تقول الارنب ده مثلا اسكندريه، او الارنب ده بابيون، او الارنب ده شنشيلا. لا، هو الطبع بتاع الارنب نفسه بغض النظر عن نوعه، بيكون كل ارنب ليه مواصفات في خط الانتاج او في السلاله بتاعته. يعني ممكن تلاقي ارنب بابيون الانتاج بتاعه عالي قوي عند واحد، وعند واحد تاني ارانب بابيون ما بتنتجش خالص وما بتشتغلش خالص. والعكس صحيح، اي نوع ما بتحكمش على الارنب من شكله زي ما قلت. رابع حاجة معانا يا جماعة مهمة جدا برضو، ومن أساسيات تربية الأرانب، ومش هتنجح من غيرها، وهي العلف. لازم قبل ما تقرر تشتغل في موضوع الأرانب تكون طبعا عارف انت هتشتغل بعلف ايه، سواء كنت هتعمل لنفسك علف مع مجموعة من الناس اللي حواليك، او هتعمل لنفسك مستقل بنفسك، او هتجيب علف من واحد بيعمل علف لنفسه، او علف تجاري. المهم يكون العلف مظبوط ويكون في ناس كتير شغالة بيه وناجحة بيه، لان ما ينفعش انت طبعا تجيب علف مجهول الهوية او الشغل بتاعه تعبان وتيجي تعتمد عليه، مش هيطلع معاك انتاج والدنيا هتبوظ معاك. كده يا جماعة بنكون حصرنا الأعمدة بتاعة تربية الأرانب. فاضل شوية حاجات بسيطة زي التسويق، ازاي انك انت تسوق الأرنب بتاعك ما حدش يضحك عليك، زي مثلا ازاي انك انت تعمل علف لنفسك مثلا وتكبر المزرعة بتاعتك. كل الحاجات دي يا جماعة بتيجي واحدة واحدة، انما طبعا الاساسيات بتاعة تربية الارانب اللي مش هتقدر تستغنى عنها اللي قلنا عليها في الفيديو، وهي ان يكون عندك سلالة كويسة، ان يكون عندك علف كويس، ان يكون عندك مكان كويس، وقبل الثلاث حاجات دول ان يكون عندك خبرة كويسة قبل ما تبدأ ان انت تشتغل في موضوع الارانب. يا رب يكون الفيديو فاتكم بمعلومات وعجب الناس اللي بتتفرج على الفيديو. بكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.